السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كانت بلاد المغرب الأقصى تعيش خلال القرن الرابع الهجري فوضى حقيقية، إذ غابت أي سلطة مركزية موحدة للبلاد. أما القوى الموجودة فكانت عبارة عن إمارات متصارعة متذبذبة الولاء بين الفاطميين وأمويي الأندلس. وبينما توالت سنوات الجفاف والقحط، كانت الكيانات السياسية القائمة غارقة في تناحرها واقتتالها حول السلطة. وفي هذا السياق المضطرب، أعلن حاميم الغماري نبوءته بمنطقة قرب مدينة تطوان، قرب جبل بقي يحمل اسم حاميم إلى وقت قريب. تشير المصادر التاريخية وفي مقدمتها البكري إلى أن حاميم أعلن نبوءته سنة 313 هجرية، وقد لقبته المصادر بالمفتري، بينما جعلت اسمه الكامل هو أبو محمد حاميم بن من الله بن حريز بن عمرو بن جفوال. وتجمع المصادر على أن دعوته لقيت استجابة كبيرة، إذ أجابه بشر كثيرون أقروا بنبوءته، وهو ما يشير إليه كل من البكري وابن خلدون وابن عداري صاحب الاستبصار. إذن فكيف ظهرت حركة حاميم الغماري وتطورت؟ لم تحدد المصادر التاريخية سبب اتخاذ حاميم لهذا اللقب، بينما يشير الباحث طارق بن زاوي في دراسة له بعنوان مظاهر الزندقة في المغرب والأندلس إلى أن هذا الاسم مأخوذ من القرآن، الذي توجد به عدة من الصور تبدأ بحاء ميم، ما يعني أن حاميم حاول أن يستمد شرعية نبوءته من النص القرآني. لكن المثير في دعوة حاميم أنه اشترط الإيمان بنبوءة عمته أيضا، والتي اختلفت المصادر في اسمها، بينما من سماها تانفيت أو تالية. وحسب المصادر فهي عمة حاميم، وهي أخت أبي خلف، كانت ساحرة وكاهنة، وكانوا يستغيثون إليها في كل حرب وضيق، ويزعمون أنهم يجدون نفعها. إضافة إلى عمته، فقد كانت لحاميم أخت، وهي أيضا كانت ساحرة وكاهنة، وقد بقي بعض من سكان المنطقة يتبركون بقبرها ويلجؤون إليه إلى فترة قريبة من الزمن. على عكس الديانة البرغواطية، فإن المصادر لم تنقل لنا كثيرا من عبادات وعادات حاميم المتنبي، لكنها أجمعت على أنه وضع لهم قرآنا بالأمازيغية، كما شرع للمؤمنين به صلاتين عوض عن خمس، واحدة عند طلوع الشمس والأخرى عند الغروب، وفي كل منهما 3 ركعات، ويسجدون فيها على بطون أيديهم. إضافة إلى قرآنه الخاص وصلاته وصيامه، سن حاميم عدة تشريعات، منها أنه فرض الزكاة على أتباعه، يعني العشر من كل شيء، وألغى الحج والوضوء، كما أحل لأتباعه أكل لحم أنثى الخنازير، معتبرا أن القرآن قد حرم ذكورها فقط، كما أنه حرم عليهم أكل الحوت، وحرم عليهم أكل البيض من جميع الطيور، وحرم أكل الرأس من كل حيوان. لا تتطرق المصادر لمقتل حاميم الغماري بشكل مفصل، فإذا كانت قد اتفقت على أن نبوءته لم تدم سوى سنتين، حيث قتل سنة 315 هجرية في نواحي مدينة طنجة، فإنها اختلفت على يد من قتل، إذ ذكرت بعض المصادر أن الناصر أرسل جيشا من قرطبة التقى مع حاميم قرب طنجة، فهزمه وقتل في قصر مصمودة، حيث صلب جسده وحمل رأسه لقرطبة. بينما أشارت مصادر أخرى إلى أنه قتل في حروب مع قبائل مصمودة. ويشير بعض الباحثين إلى أنه يمكن التوفيق بين الروايتين، والقول بأن حاميم المتنبي قتل على يد بعض قبائل مصمودة التي كانت موالية لأمويي الأندلس. ويطرح السؤال حول استمرارية الحركة بعد مقتل حاميم، فإذا كانت المصادر القديمة قد أشارت إلى أن أهل غمارة عادوا إلى الإسلام الصحيح بعد مقتله، فإن الباحثين المعاصرين قد تحفظوا على هذا، معززين في ذلك بعدة شواهد. لعل أولها
ما أوردته المصادر التاريخية نفسها من أن أبناء حاميم كان لهم قدر معتبر في بلادهم بعد وفاة أبيهم. إضافة لهذا، فقد حمل جبل غمارة اسم حاميم لمدة طويلة من الزمن، وهو يجسد قوة حضوره في المخيال الشعبي الغماري. زد على ذلك أن ظاهرة ادعاء النبوة استمرت في المنطقة، حيث نقلت المصادر عددا من المتنبئين كعاصم بن جميل وغيره، وهو ما يشير على مدى تغلغل فكر حاميم في المجتمع الغماري.